تعملي ايه يا لوزة لو قلتلك اني امتلك كل الادوات اللازمة عشان تحققي كل اهدافك السنة دي؟ حاجة كده زي شبيك لبيك، بس انا مش دارقة زي الجن، او حتى انا احلى من الجن. مقدمة بمنتهى التواضع، معاكي هبة فوزي من NLP لايف كوتش، سلسلة جديدة عشان السنة الجديدة. نقعد بقى في هذه السلسلة العظيمة نحط اهدافنا سوا، وهحط لك هنا السيستم بتاعي اللي ماشية عليه ومجرباه ونجح يوصلني لاهدافي. وكل مرة اول نقطة لازم تختاري ايه المجالات اللي هتركزي فيها في حياتك، زي الجانب المادي، الصحه، او البيزنس بتاعك. ايه الحاجه اللي انت فعلا محتاجه ان يحصل فيها تحسين؟ بعد كده هتحط 3 اهداف في المجال ده او في ال3 مجالات اللي انت حددتيهم. تكون اهم خطوه ان انت تخلي كل حاجه واضحه جدا عشان تعرفي تشوفي كويس. واضح ان انا ما نظفتهاش عدل ومفصله تفصيلا مملا. بمعنى بدل ما تقولي انا عايزه احوش فلوس كتيره، هتقولي انا محتاجه احوش 50,000 قبل سبتمبر عشان نعرف نبني السيستم بتاعنا عليه. وهنا بقى هتكتبي انت ليه عايزه الهدف ده، زي عايزه تحوشي ال50,000 ليه، هتعملي بيهم ايه. ده اللي هيشكل الواي بتاعتك، الدافع عشان تكملي في السيستم. وبعدها هتسالي نفسك ايه اللي انا محتاجه اغيره عشان اوصل للهدف ده، وايه اول خطوه ينفع ابتدي بيها. بس كده. دلوقتي نبدا تلزيق الصور. الصور اللي بتولد عندك الاحساس بالاهداف اللي انت حطيتيها. ولو عايزه تعملي اقوى فيجن بورد في حياتك، يبقى الحقي حجزي مكانك معانا في ورشه لوحه الاحلام او الفيجن بورد. اكتبي لي سنه جديده وهنبعت لك التفاصيل. بس خلاص.